مساء الفل يا حلوين. النهاردة هناخد جولة سريعة جوه تحفة إسماعيل ياسين الفانوس السحري، كوميديا فانتازيا بالألوان. يلا نفتح الفانوس ونشوف الجني هيطلع لنا بإيه. بنلاقي مصطفى الفراش الغلبان في شركة منسوجات، بتلطش كل شوية من مديره المتسلط مرسي، أو زي ما مراته الشيك بتحب تناديه موريس. ورغم القهر ده كله قلب مصطفى مولع بحب السكرتيرة الجدعة هدى، بس ازاي يتجرأ يطلب ايدها وهو لسه موظف على باب الله؟ في ليلة رمضانية مصطفى يصعب عليه عياط طفلة فانوسها مكسور، يشتري لها فانوس جديد وياخد القديم، والحركة دي أكتر حاجة هتقلب حياته. يبدأ ينظف الفانوس وفجأة يطلع له الجني عفركوش بن برتكوش. تحت أمرك يا مولاي، ليك 7 أمنيات. طبعا إسماعيل ياسين لازم يعلق. 7؟ هو أنا بقرشين سكر ولا إيه؟ أول طلبات مصطفى: عشا فاخر، بدلة شيك، و10,000 جنيه كاش، يروح يتمنظر ويفرتيك الفلوس في الكباريه والسيارة والشبكة لهدى. الرغبة الرابعة: يبقى هو المدير بدل مرسي. الدايرة تدور، وأول ما يمسك المكتب يرد قلم مرسي القلم بقلمين. مرسي الشيطان ما بيهداش، يتلصص يعرف سر الفانوس يخطفه ويرجع يقلب الترابيزة. مصطفى ينزل مصطفى يكتشف إن اللي بينجيه مش الفانوس، دي العزيمة. يبدأ يعتمد على دماغه ويقدم مشروع جديد لرئيس مجلس الإدارة بأفكار فيتامينات للأقمشة. لكن مرسي بالجني يخرب الصفقة بكلمة انت حمار على لسان مصطفى قدام الرئيس، ويخوض طرد فوري. مصطفى يتنكر مع صاحبه عوكل في هيئة جرسونات جروبي، يقتحم حفلة بيت مرسي ويدور على الفانوس ويحطه في جيبه. لقطة كوميدية خالصة. يطلب من عفركوش الأمنية السابعة والأخيرة: شيل الظلم وسوء التفاهم بيني وبين الريس. الجني يفهمه، لو نويت خير من الأول أمرك كان تفتح من غيري. مصطفى يبقى مدير عن جدارة، من غير سحر ولا عفريت، ويتجوز هدى، ويقفل الفيلم على الضحكة الأبدية لإسماعيل ياسين. لو عجبك الملخص دوس لايك واشترك، وقولولنا في الكومنتات تحبوا نلخص أي فيلم تاني من كلاسيكيات الزمن الجميل. سلام.